مشيت في سكة اللي يروح ما يرجعش، حلمت بالشهرة والعز وما كانتش تعرف ان الكلبوش مستنيها. عدت الخط الاحمر والتيك توك وداها ورا الشمس. شكل قعدة البورش تعبتها وخلتها تمشي على المظبوط. اسرار عن البلوجر حنين حسام هتسمعوها لاول مرة. يا ترى ايه تفاصيل قصتها وبتعمل ايه في حياتها بعد ما خرجت من السجن، ويصير اختفائها عن التيك توك ازاي لهفت الترند في رمضان وهي مختفية. خليكم معايا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية. صحيت شوارع القاهرة على خبر القبض على فتاة التيك توك حنين حسام، وده طبعا بعد ما صوتها ذاع ومصر كلها عرفتها. سمت نفسها الهرم الرابع، وعلى التيك توك بدأت مشوارها للكلبوش. هي بتلبس هدوم ملفتة جدا، خصوصا ان جسمها سمباتيك وعودها يلفت الانتباه. حنين حسام من مواليد سنة 2000 بمحافظة الجيزة. دخلت التيك توك من 6 سنين وكان محتواها خاص بالموضة. كانت بتدرس في السنة الثانية في كلية الآثار بجامعة القاهرة قبل ما تتحول للتحقيق. ورئيس جامعة القاهرة يصرح ان في ناس بعتت رسائل كتير بخصوص اللي بتعمله حنين. الظاهر لعب مع حنين وبقى عندها فانز كتير من البنات والشباب، واللي في النهاية كلهم كانوا السبب في حبسها. هي عملت ثروة كبيرة من ورا السوشيال ميديا وركبت أفخم العربيات وكل شوية تظهر في مكان شكل. ملايين المتابعين على كل الحسابات، انستجرام وتيك توك، وكمان قناتها على اليوتيوب، وكل المؤشر بتاعها المتابعين في الطالع. وده اللي خلى علامات تجارية كبيرة معروفة تتواصل معاها علشان تروج ليهم منتجاتهم على السوشيال ميديا بمقابل مادي كبير. الحياة ضحكت لحنين وقلبت وردي، هي بس ما كانتش تعرف ان السجن مستنيها في المستقبل. في يوم حنين عملت لايف على تيك توك وقالت للبنات عندها وكالة وانضموا ليها وهتاخدوا فلوس، ودي كانت بداية الجحيم. اللايف عدى الخط الأحمر والحكومة كانت بتسمع لها كل كلمة. اتقبض عليها بتهمة التحريض على مخالفة القيم والأدب العامة، وراحت على السجن وسين وجيم كل شوية لحد ما انتهت القضية بحبسها 10 سنين وتغريمها 200 ألف جنيه. الشهرة ما سمتش على حنين وخدتها في سكة اللي بيروح ما بيرجعش. هرم مصر أو حنين أصبحت حديث السوشيال ميديا. البنت الرقيقة اللي صوتها ناعم وطلتها تخطف العقل. هتستحمل ازاي القعدة مع المساجين في الزنزانة، بس هي راحت وعلى البورش قعدت وتعلمت درس عمرها ما تنساه. محامي حنين حسام قال من أيام إنها خرجت من السجن، وده بعد ما قضت فترة في الحبس وخرجت حسن سير وسلوك ودفعت كفالة كمان، بس هي مختفية خالص عن الأنظار، والغلطة شكلها مش هتتكرر تاني وجنب الحيط هتمشي. فتاة التيك توك حاسة إنها بتحلم ولسه ما صحيتش من النوم، أو حتى ده كابوس. كمان الناس مش مصدقاها. بس بعد كل ده يحصل لحنين، الصحف نشرت خبر خروجها في شهر فبراير اللي فات، بس هي فص ملح وداب ومحدش يعرف لها طريق جرة. اما عن الناس اللي بتسأل عن مستقبلها اللي ضاع وعن دراستها، فالمسؤولين قالوا ان حنين من حقها ترجع تكمل دراستها، خصوصا ان فصلها من الجامعة مخالف، وده لان في طلبة عملوا زيها كتير محبوسين وبيحضروا الامتحانات عادي. حنين شكلها راسمة خطتها، والمرة الجاية كل خطوة هتحسب لها كويس. مش ناوية ترجع للتيك توك غير في وقت مناسب علشان يكون الوضع مختلف تماما، بالذات انها كانت ترند في رمضان لما قصتها اتشافت في التلفزيون واتقال انها اتعملت في مسلسل اعلى نسبة مشاهدة. شايفين ان حنين حسام هترجع للتيك توك من تاني ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.